مرحبا، جمعة مباركة. اليوم حبيت أسوي لكم دجاج على طريقتي. مكونات بسيطة: فلفل ملون، بوتيتا شرائح مملحة ملحتها، بصل شرائح وثوم، كرفس، ودجاج على قدنا، احنا عائلة صغيرة كل من حسب أفراد عائلته. أنا ما أحب أخبص بالبهارات حتى يعني طعم الدجاج الأصلي هو اللي يطلع ينطي نكهة يعني. ومعجون طماطة رايجة، أنا يعني محضرتها وهارستها ومصفيتها وبس. خليت طاوتين على النار، هاي اللي راح أطبخ بيها وهاي اللي راح أقلي بيها البوتيتا. أول شي راح أقلي الدجاج، حمسة زينة تروح الزفرة وتطلع أطيب. وهنا راح أبدي أقلي البوتيتا. هنا الصلصة، حمست المعجون وياها نص مكعب ماجي وغلاس طماطة رايجة وملح وكاري بابريكا. هسه أخليها تنسلق تدخن وأحضرها على مود أضيفها على الدجاج. طبعا أي وصفة بيها بوتيتا بيها طماطة، طبعا يا إما تقلين البوتيتا نص تقلى أو سلق شوية بالمي دقائق، لأنه الطماطة بس تدخل على البوتيتا بعد ما تستوي وتظل تجرب يعني جو الأسنان ما طيبة تصير. هالشكل حمست الدجاجة. طبعا هذه الحمسة تنطيف الطعم غير شكل الوصفة، كلش يعني يطلع بيها نكهة كلش طيبة، وجربوها. راح أضيف البصل والثوم والفلفل، ونطفي النار وخليها تذبل. سأرجع الدجاج ويا الخضرة، أريد أغطي عشان ياخذ بعد نكهة. ضفت البوتيتا طبعا. هسه آخر مرحلة راح أضيف الصلصة. رشة المعدنوس، يا ريت هنا تشتمون الريحة ايش قد طيبة. هسه هغطيه مرة ثانية وأخليه يعيش مع نفسه والمكونات تتعرف على بعضها، تاخذ من طعمات بعضها البعض، وبعدين أدخلها الفرن عليك من فوق ومن جوا. هسه بنات ورا ربع ساعة راح أدخله الفرن شعلته من فوق ومن جوا، وأخليه يحمر. طلعته من الفرن. آخر شي برشلها رشة سماق تعطي حموضة طيبة، ونقدمها ويا التمن والشعرية وبس. والله إن شاء الله عجبتكم الوصفة.